عارف ايه الفرق بين اللي بينجح واللي بيفضل مكانه؟ الاتنين بيقلبوا السكر عادي خالص، بس الفرق هنا ان في واحد بيقلبه لاخر نقطة والتاني مستني الشاي يتحلى لوحده. اللي انا عايز افهمه لك بقى هنا ان مفيش حاجة في الدنيا بتيجي لوحدها، لا فلوس ولا نجاح ولا احلام، كله محتاج مجهود. عايز فلوس لازم تشتغل، عايز جسم كويس لازم تتمرن، عايز تحقق حلمك يبقى لازم تتحرك. بس المشكله ايه بقى؟ ان في ناس كتيره جدا بتستنى النجاح ينزل عليهم من السماء وبيقولوا انا تعبت ومفيش نتيجه. بس الحقيقه بقى ان مفيش تعب بيروح هدر، ربنا قالها واضحه: ان لا نضيع اجر من احسن عملا. والفرق الوحيد هنا بقى بين الناجح والفاشل ان الناجح بيكمل للنهايه والفاشل بيقف في النص. الناجح بقى بيقلب السكر لاخر نقطه، والفاشل زي ما انا قلت لك بيستناه لما يتحلى لوحده. في كوت حلو قوي بيقول: success doesn't come from wishing, it comes from doing. النتائج مش بالكلام، النتائج دايما بتيجي بالافعال والالتزام. عايز تحقق حلمك اشتغل، عايز توصل اتحرك وما تستناش الظروف تتغير، انت اللي لازم تتحرك. كلام الفاضي سيبه لبتوع الكلام، انما انت لازم تركز وتحط افكارك في الفعل، ولما تقع قوم تاني وتوكل على ربنا، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين، وساعتها تشوف الفرق بعينك.